انا بحسب انت يعني مزعله دي اختك يعني صحيح ان انا اراضيها يعني؟ طيب ماشي، ده سؤال. طب وحضرتك يعني انا لو عملت كده هكون غضبت ربنا؟ هو مفيش حاجه بتقول كده، مفيش حاجه اسمها اختك ولا قرينك ولا الكلام اللي بيحكوه ده كله، ده كلام طب وهم. يعني نعم. بيقولوا لي غيرانه منك وكده يعني، بيقولوا لي مش تبصي في المرايه، فانا عايزه اعرف يا شيخ. عرفوا منين هم اللي ليكي اخت وغيرانه منك واخت من الجن يعني؟ بيقولوا كل واحده او واحد ليه قرين تحت الارض، ليه اخت او ليه اخ كده يعني. تحت الارض. مش عارفه والله يا شيخ، انا مش عارفه، انا عايزه اعرف يعني. يا اختي يعني الكريمه انا لو الله رحت يسترك. الشيخ صحيح وحضرت اختي زي ما هما بيقولوا كده، ده حضرتي حرام؟ في شيوخ بتحضر كده ولا ايه؟ مش عارف. في شيوخ بتحضر الاخت وكده. ما شاء الله. هم قالوا لي كده، انا مش عارفه، انا عمري ما رحت الشيخ، مش عارفه. يا اختي الكريمه الله يسترك في الدنيا وفي الاخره، قولي امين. اللهم امين يا رب. مفيش حاجه اسمها اختك تحت الارض ولا اختك فوق الارض ولا الكلام من ده خالص، ده كله كلام خزعبلات وكلام لا اساس له من الصحه. انت حضرتك انجبتي ولد ومات، هذا قدر قدره الله تبارك وتعالى ووقع عليك هذا القدر. انت جبتي توأم مات، هو القصة كلها عشان الولد اللي مات وبقيت البنت، فهي القصة اللي عاملة شغلة عند الناس. لكن لو كان العكس، لو ماتت البنت وبقي الولد، كانت الأمور بقت كويسة عند بعض الناس، لأن الناس لسه برضو عندهم هذا الفكر وهذه الكيفية. فالحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك إن مفيش كلام، كل ده كلام خزعبلات وكلام لا أساس له من الصحة ولا أي حاجة من هذا الكلام. ده كلام بيدل على احنا في القرن تقريبا ال21، يعني ما لم تكون الذاكرة بتخني واحنا لسه في القرن ال18 ولا ال17. يعني احنا خلاص تقدمنا وتحضرنا، فأصبح الكلام ده ليست له مكان وليست له مكانة، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، ولا يستطيع الجن أنه يسيطر على الإنسان ولا أنه يعمل في الإنسان الكلام ده كله ولا أي حاجة، وليست له كل هذه القدرة ولا كل هذه القوة، ولا ان هو. وبعدين لو حصل هذا، هل لو انت ليكي قرين ولا ليكي اخت تحت الارض ولا حاجه، اختك اللي تحت الارض دي هل تكون لها القدره على قتل الولد او على قتل البنت او كلام من هذا القبيل؟ الذي يحيي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يميت هو الله سبحانه وتعالى. انت حضرتك محتاجه تروحي للشيخ يعني يديكي درس في العقيده، مش محتاجه تروحي الشيخ يقرا عليك، لان ما فيش شيوخ دلوقتي، او لا يصح اصلا او لا يليق ان نطلق عليه انه شيخ اذا كان واحد بيقرا قران ولا بتاع. والحقيقه انا بعتب على كثير من الناس الاخوه اللي هم اشتغلوا في مساله اللي هو الجن ويقعدوا يقروا على الناس والبتاع. دي كانت وظيفه لبعض ناس اطلقوا لحاهم وهم ما كانش عندهم اصلا شغل ولا عمل، وكانوا عالم متفرغين، فراحوا قعدوا يجروا يعملوا الكلام ده كله. خلينا ناخد طيب التليفون ده من المغرب عشان ما نطولش عليهم. السلام عليكم ورحمه الله. الاخت نعيمه من المغرب. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. الو السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا جوزي توفى لي. نعم. ربنا يخليك. انا جوزي توفى في حادث هو وابني، بحلم به دائما انا، ودائما انه بيقول لي في المنام انا ما متش، انا حي. ويعني وجميع اصدقائه قالوا لي هذا الحلم. وسؤال ثاني عايزه اعرف انه كان عايز يروح يشوف امه بس في حادث، وكان عايز يروح للطبيب كمان، وقالوا لي انه خارج في سبيل الله. عايزه اعرف الخروج في سبيل الله ومعنى هذه الرؤيا، ولك الشكر وربنا يخليك يا رب. الله يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخت نعيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإيمان وأن يثبتك على الحق دائما. وأنت حضرتك بتقولي أن وفاته كانت في حادث، والمتوفى في حادث أو المتوفى في غرق أو المتوفى في هدم، هو شبيه بهذا يعني الهدم، أو المتوفى في الحرق، هو يأخذ أجر الشهيد، يعني له أجر الشهيد. فمعنى كلامه أن الله سبحانه وتعالى قبل منه هذه الوفاة واعتبرها الله تبارك وتعالى له شهادة، وفعلها كذلك. يعني قد يفسر الرؤيا أو تفسر الرؤيا على هذا الشكل. ومعنى في سبيل الله أي أنه كأنه مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني هو تأويل الرؤيا كله بيصب في اتجاه أو في معنى أن هذه الوفاة قبلها الله تبارك وتعالى وأعطاه الله تبارك وتعالى أجر الشهيد. فأنت يعني لعلك تفرحين، ويمكن هذه الرؤيا بكثرة لعلك أنت تنشغلين به كثيرا. فأنا يعني أنصحك أن تدعو له كثيرا وأن تطمئني أنه إن شاء الله يكون بخير ويكون في أجر الشهيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى كل عمل ناجح إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم. عبد الله من الجيزة. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ اهلا مرحبا، الله يبارك فيك. بس حضرتك كنت عايزة اسأل حضرتك في سؤال. عندنا واحد جوز خالتي بيتبع طريقة صوفية، معرفش اصلها ايه يعني، بس هو دلوقتي في سكرات الموت في مستشفى. فوصى ابنه، هما لسه مكلميني دلوقتي، فالحمد لله يعني ربنا ييسر لي الامور ان اسال حضرتك يعني. الحمد لله. ان وصى ابنه، هي في عندي سبحة بس هي سبحة 100 وليه كتاب كده فيه ادعية او تقريبا اذكار بيقولها كل يوم، هم معرفش بيتبعوها يعني. ووصاه ان هي تتحط على الكفن بتاعه قبل ما يلبس الكفن، تتحط على صدره السبحة والكتاب ده. هل يجوز ده يعني؟ نعم، هو دي حاجة مخالفة للشرع، يعني يحط سبحة أو يحط مصحف أو يحط أذكار أو يحط أي حاجة، كل كلام هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فلا يصح. وأن هذه الوصية ما دامت مخالفة لتعليمات الشرع فلا ينبغي فعله. يعني ما ينفعش حد هو يعني بيموت يقول حط مصحف أو حط كتاب أذكار أو حط. طبعا الكتاب لا شك أن كتاب الأذكار كتاب طيب وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى، بس يعني ما يصح أنه يوضع. مثلا حط السبحة ما فيها مشكلة، السبحة يعني شيء طيب وكويس وكل حاجة، بس ما فيش حاجة ثبتت ان احنا نحط السبحة على الميت او نحط المصحف او نحط كتاب الأذكار. ولذلك انا ارى ان عدم فعل هذا اولى، والله تعالى اعلى واعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، ارجع تاني لكلامي عن الوحي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. العلماء قالوا ازاي النبي يضرب مثال على صلصلة الجرس؟ قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد بهذا التشبيه هو قوة الصوت. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، اللي هي الطريقة الثانية من طرق الوحي، ان الملك يتمثل له في صورة رجل فيكلمه. لان سيدنا جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره الا مرتين كما ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش على هيئته، له 600 جناح، لم يره على هيئته الا مرتين في حياته كلها. لكن كان يتمثل له في صورة الرجل. يفعل ذلك الملك؟ نعم يفعل ذلك الملك، يتمثل له في صورة الرجل ثم يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وينقل له الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منه هذا الكلام ويتلقفه ثم يحاول أن يحفظه. فلما كان النبي يفعل ذلك في الابتداء، لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكلمات لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني ما تستعجلش وما تتعجلش، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ده ملخص لحديثنا عن طرق الوحي. إن طرق الوحي له 3 طرق. هذه الطرق الثلاثة هي إما أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى هذا الرسول وهذا النبي بالإلهام أو في المنام ورؤيا الأنبياء حق، وإما أن يكلمه الله عز وجل ولا يكون ذلك إلا من وراء حجاب، وإما أن يكون ذلك الأمر بإرسال رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسول. هذا الرسول من الملائكة، يعني ملك من الملائكة ينزل حتى يحدثه ويخطره بهذا الأمر، كما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ده كان ملخص لمسألة طرق الوحي. لكن خلينا نقول إن يبقى لنا الشق آخر في الوحي وهو أقسام الوحي. هل هذا الوحي له أقسام أم ليست له أقسام؟ فريق من العلماء سمى الكلام اللي قلناه النهاردة طرق الوحي، أي أن له طرق، وفريق آخر سماه أنواع، أي أنواع الوحي، لأن بس اللي قالوا أنواع الوحي حطوا أنواع كثيرة جدا موجودة في الوحي. لعلي برضو يعني في بدء الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى أذكركم بما ذكرته اليوم ملخصا، وأزيد عليه هذه النقاط المتبقية لأن وقت البرنامج يعني قد انتهى، ونحكي معا إن شاء الله تبارك وتعالى أقسام الوحي، ونشوف الوحي ده كام قسم، وكل قسم إيه الفرق بينه وبين القسم الثاني، ولماذا كان الوحي أكثر من قسم. كل ذلك نتعرف عليه في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم في الأربعاء المقبل، لكم مني كل تحية وتقدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.